العربيات الكهرباء في مصر، بص، شحنة ب50 جنيه تمشيك 500 كيلو. لو جينا نبص العربيات اللي هي المتوفرة حاليا اللي هي سعرها في حدود 1.5 مليون مثلا، اللي هي الفئة المتوسطة، اللي هي زي العربية مثلا الكيا EV6. بلاش نبص على العربيات الهايبرد، يعني العربيات الهايبرد دي قصة تاني نبقى نتكلم عنها في فيديو مختلف. الشحنة ب50 جنيه هتمشيك 500 كيلو. لو انت بتمشي كتير جوه البلد العربية دي موفرة جدا. لو انت بتسافر مسافات قصيرة العربية دي موفرة جدا. العيب الوحيد اللي انا شايفه في العربيات دي في مصر هي قلة محطات الشحن. وفي عيب تاني ان مع الحرارة العالية البطارية الليثيوم، البطارية بتاعت العربية اللي هي بنص ثمن العربية او بتلت ثمن العربية، غالية جدا جدا جدا. عمرها الافتراضي كل الشركات بتتكلم في 10 سنين العمر ده بيقل ل8 و5 في البلاد اللي اجواءها حر. فلما البطارية تبوظ منك مفيش لسه افتر ماركت بديل ليها، يعني مفيش شركات زي كلورايد وايسي ديلكو وبوش ينفع نجيب منها بطاريات، لان هي العربية كلها معتمدة على البطارية. انت هتخلص من الصداع بتاع الاجزاء الميكانيكية ودورة البنزين والكربوراتير والانجكشن وتربة البنزين وحساس الشكمان وحساس الكرانك وحساس المش عارف ايه وحساس البوابة ومشاكل الانجكشن كلها ووساخة البنزين. تكلفة الصيانات على المدى القصير قليلة جدا بالمقارنة بالعربيات البنزين. عربيات البنزين بتحتاج مثلا كل 10000 كيلو صيانة ب3 4 5 10000 جنيه، لكن العربيات الكهرباء بتحتاج كل 50000 كيلو صيانة ب1000 2000 جنيه. فالصيانات على المدى القصير موفرة، لكن لما تيجي تبص لها على المدى الطويل هتلاقي ان هتضطر تغير بطارية، ومفيش بطاريات افتر ماركت، تضطر تجيب البطارية الاوريجينال. فده عيب اساسي من عيوب العربيات الكهرباء. والعيب التاني هو عدم توافر محطات الشحن.